السلام عليكم. تخيلي اللي قدامك ده ما هو الجيلي. والله مش جيلي. تعالي معايا عشان نشوف عملناه ازاي بمكونين اتنين بس وموجودين في البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو. معانا ايه؟ كركريه. كوباية كركريه محترمة كده. اكيد كلنا بقى عندنا من رمضان. هنقعها او ممكن اغليها. انا هغليها علشان عايزة اللون قوي، علشان المكون التاني اللي احنا هنحط عليه هيطفي اللون شوية. علشان كده هرفعها على النار، تاخد لها غلوتين تلاتة كده واصفيها واركنها زي ما انت شايفة كده. بعد ما غليتها على النار صفيتها، وهنزل بقى بالسكر. التحلية دي بتاعتك انت، عايزاها مسكرة عايزاها وسط عدبة زي ما انت عايزة. ونزلت بالنشا. النشا هنا الكمية ما تكتريش نشا، لانك انت مهما كترتي برضك مش هتربط قوي. هي بس عايزه وقت في التلاجة. هرفعها على النار وهفضل اقلب فيها كده، طبعا ما اسيبش ايديا علشان النشا ما تتكتلش. هتاخد غلوتين تلاتة كده على النار وارفعها من على النار. بس دايما تخلي ايديكي في قلبها. اللون هيقعد وياكي قوي وهيحمر، ما تقلقيش يعني. ما تقوليش ان النشا هتبيضه ولا كده، هي هتبيضه الاول. انا كنت مفكره انها هتقلل اللون بتاعه، بس بالعكس ده زادت اللون خالص. ولو انت لو زودت المية عن كده ممكن اللون يخف معاكي شوية، بس مش مشكلة يعني. بسم الله ما شاء الله. جميلة، هي جميلة بصراحة وطعمها حلو. حابة بقى انت تحطها في كوبايات. انا هحطها في كوبايات. لازم تبلي الكوباية الاول مية، شوية مية صغيرين كده في الكوباية وترجهم فيها وتدلقيهم وتعبي الكوبايات زي ما انت شايفة كده. وبعدين تقوم رايحة تحطها في التلاجة. شايفة تاني يوم، هو بصراحة ما مش 3 4 ساعات ولا حاجة، هي ما جمدتش الا تاني يوم. بسم الله ما شاء الله. والله الطعم جميل جدا جدا جدا. والكركديه مديها طعم المزازة كده شوية، مخلي طعمها حلو. انا بقى هفضل الكوبايات ديت علشان اعملها حلقات كده، يعني بتبقى للاطفال حلوة، يعني بيبقى شكلها حلو. وبعدين هعملها في جوز الهند. انت ما انتش حابة تعمليها في جوز الهند مش مشكلة، او تسيبها في الكوبايات في اطباق صغيرة اللي هي بتاعة الشيلي والحاجات دي. ما فيش اي مشكلة. انا كنت برضك عاملة في اطباق اهوت، وشكلها جميل جدا. عاملة زي الجيلي بالظبط والله. انا العيال الصغيرين فكروها جيلي، وفعلا هاتي الجيلي يا تيتا، هاتي الجيلي. وهي جميل. المزازة بتاعتها هتخليكي تاكليها، والاطفال هيسحبوا منها لان طعمها حلو. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا 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 وغير مكلفة. وجربيها. وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتعملي لايك للفيديو.